وفي الفيديو ده هناخد بسرعة كده مجموعة من المصطلحات المهمة اللي لازم تبقى عارفها قبل ما تدخل في دراسة النتورك بالتفصيل. فهنقولها في عجالة، بعد كده طبعا هتعرض ليها بالتفصيل الممل في الفيديوهات الجاية. أول حاجة لازم تبقى عارفها الفرق ما بين اللان والوان. تمام. اللان بتبقى فيزيكال لوكيشن واحد. يعني مثلا عندك شركة، الشركة دي فيها مجموعة من أجهزة الكمبيوتر متوصلين بسويتش أو أكتر من سويتش في نفس الفيزيكال لوكيشن في نفس المكان، وكل الأجهزة شايفة بعض أو تقدر تتواصل مع بعض. يبقى دي كده اسمها لان، لوكال اريا نتورك. لوكال محلية، شبكة محلية في نفس المكان. إنما الوان دي هتبقى الوايد اريا نتورك. طيب نفترض إن اللوكال اريا نتورك بتاعتك دي اللي موجودة مثلا في شبرا، شركة في شبرا مثلا عايزة تتواصل مع فرعها التاني في مدينة نصر. ده برضه فرع في مدينة نصر، لان تانية في مدينة نصر، ادي سويتش. ادي السويتش ولان. اللان دي عايزة تتواصل مع اللان. خلاص، طالما اتنين تو لانز في different locations، انت كده محتاج تدخل في التكنولوجي بتاعت الوان. فده مثلا قلنا ده مدينة نصر، وده قلنا شبرا. عشان الفرع ده او البرانش ده يتكلم البرانش ده، فانت هتخش في الوان تكنولوجي. يبقى انت هتحتاج هنا راوتر. الراوتر ده متوصل بالسويتش، ليه انترفيس متوصل بالسويتش، وانترفيس على اللان على الوان. بيبقى حاجه ليها حاجه بعد كده اسمها ريال اي بي، ونفس الحكايه راوتر ليه انترفيس متوصل على السويتش، وليه انترفيس على الوان بريال اي بي، ويبداوا يكوميونيكيتوا مع بعض. هنا في ايه؟ هو ده الوان تكنولوجي. ممكن يبقى هنا في جوه الكلاود دي او السحابه دي 3 4 نتورك تانيين زي ما بيحصل على الانترنت. ده الانترنت ده نموذج، اكبر نموذج يوضح الوان تكنولوجي. طيب في برضو بعض المصطلحات برضو لازم تبقى عارفها، زي الفرق بين المالتي كاست واليوني كاست والبرود كاست. المالتي كاست، اليوني كاست، مثلا تو بي سيز، بي سي، جهاز بيبعت داتا لجهاز. يوني كاست اتصال واحد بس بين جهاز وجهاز. طب لو جهاز بيبعت لكذا جهاز نفس الداتا او داتا مختلفه، يبقى مالتي كاست. طب برود كاست، جهاز سواء بي سي او اي حاجه بيبعت لكل اللي في الشبكه، بيعمل برودكاست على كل اللي في الشبكه. تمام. هناخد كل حاجه بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه، لكن قبل ما تبدا معايا لازم يبقى عندك نبذه صغيره عن الفروقات دي عشان بس نقدر نتابع مع بعض. ماشي. طيب انت عمال تقول لي سويتش، وعمال تقول لي راوتر، ولا انا عارف السويتش من الراوتر. اقول لك كل اللي انا طالبه منك دلوقتي تبقى عارف ان السويتش بيشتغل في لاير 2، بيشتغل في لاير 2، وبيشتغل بحاجه اسمها الماك ادرس. وتبقى عارف ان السويتش، ان الراوتر
ان الراوتر ده شغال بحاجه اسمها الباكيت، وكنا تعرضنا ليها شويه في الاو اس اي موديل، وشغال في النتورك لاير. وان السويتش طبعا بيبقى شغال جوه اللان، لكن الراوتر بيبقى وان تكنولوجي مين يعني. طيب في نبذه كده عن نتورك ديفايس تالت اسمه الهاب. الهاب ده شغال في لاير 1، شغال في لاير 1، يعني لاير 1 ديفايس. يعني ايه لاير 1 ديفايس؟ يعني بيتعامل مع بيتس، مش بيتعامل مع ماك ادرس اصلا، بس هو بيأكت يعني نفس دور السويتش. برضه هتلاقي فيه اجهزه متوصله بيه، ونقدر عن طريقه نعمل لان، وسرعته طبعا اقل من سرعه السويتش. ومن انت بقى عارفها الفرق ما بين الهاف دوبلكس، دوبلكس، والفول دوبلكس. الهاف دوبلكس ده زي مثلا الوكي توكي، لا يرسل لا يستقبل، ده لا يرسل لا يستقبل، ما ينفعش يرسل ويستقبل في نفس ان ذا سيم تايم، نفس الوقت. الفول دوبلكس عادي، زي الموبايل مثلا يرسل ويستقبل في وقت واحد. يكفيك بس دلوقتي تعرف ان السويتش فول دوبلكس، والهب هاف دوبلكس. تمام. تمام. من المصطلحات اللي انت لازم تبقى عارفها برضو، وخدناها كده يعني شويه صغيرين عنها واحنا ماشي على الساي موديل: التي سي بي واليو دي بي. التي سي بي اي بي، التي سي بي اي بي سوت او كوليكشن اوف بروتوكولز، مجموعه من البروتوكولات بنطلق عليهم ان هم تي سي بي اي بي سوت. ليه؟ لان هم كلهم كونكشن اورينتد بروتوكولز. يعني مهم جدا ان هم يتاكدوا ان كل جزء من الداتا وصل من السورس للديستنيشن، الديستنيشن اكد على كده. ده بيعمل ديلي شويه في الشبكه، لكن بنضمن ان ايه، ان الداتا كلها اتنقلت بشكل صحيح، مفيش حاجه حصل لها دروب في النص. اليو دي بي العكس، كونكشن ليس بروتوكول. اهم حاجه عنده السرعه، لكن مش مهم عنده خالص ال آه ان هو يتاكد ان السورس ان الديستنيشن وصل له الباكت او الداتا. وده بيستخدم mainly في الفيديوز، الستريمينج، او في الفويس اوفر اي بي والفويس. طيب، في نماذج كتيره للبروتوكولز اللي شغاله جوه او تحت غطاء البروتوكولين دول. فنلاقي مثلا الاف تي بي والاس اس اتش والتلنت والاس ام تي بي، كل ده تي سي بي اي بي بروتوكول. الدي ان اس والدي اتش سي بي والدي اتش سي بي كلاينت، كل ده يو دي بي. وطبعا كل بروتوكول من دول ليه البورت بتاعته، البورت بتاعته ده بيبقى رقم للبورت، السيرفيس بتاع البروتوكول اللي شغاله بيه. لو انت عملت بلوك البورت ده او رقم البورت ده، هتمنع السيرفيس اللي شغاله على البروتوكول. طيب، احنا قلنا ان الفيزيكال لاير اللي هو لاير 1 ده شغال مع بيتس،
1 و0. ايه ال1 وال0 دول؟ له حاجه اسمها الباينري سيستم. هو الكمبيوتر ما بتفهمش الداتا غير بطريقه الباينري سيستم. اي حاجه، اي تفصيله، اي معلومه بتحولها الباينري سيستم. والباينري سيستم ده باختصار، لو عندك رقم ديسيمال، عايزين نعرف ازاي نحول من ديسيمال ديسيمال لبنت. لو عندك رقم زي ديسيمال، زي مثلا ديسيمال زي مثلا 7، بتحول بطريقه 2 باور 0، 2 باور 1، 2 باور 2. هيبقى عباره عن 2 باور 0 اللي هي 1 بياخد 1، 2 باور 2، 2 باور 1 اللي هي 2 هياخد فيها 1 يبقى كده معانا 3، 2 باور 2 اللي هي 4 هياخد فيها 1 يبقى 3 1. لو نمبر زي 8، نبدا برضه 2 باور 0، باور 1، 2 باور 2، 2 باور 3، ونبدا نملى من الناحيه دي، يبقى ياخد 1 هنا والباقي 0، and 2 باور 3 ب 8. لو نمبر زي 10، هنبدا برضه نكتب هنا 2 باور 0، باور 1، 2 باور 2، 2 باور 3، ونبدا نملى من الناحيه دي، هيبقى 2 2 باور 3 كده معانا 8. لا مش هنقدر ناخد دي كده معانا 1. ودي اللغه اللي الكمبيوتر بيقدر يفهمها. طيب احنا قلنا في الفيزيكال لاير البي دي يو بتاعته بيتس اللي هي دي. طيب ايه الديفايس اللي شغال فيه؟ الان اي سي. الان اي سي ده يا باشمهندس، الان اي سي ده لو كارت الشبكه، كارت الشبكه شغال في الفيزيكال لاير عشان ليه دور مهم جدا في تحويل البي سي دي لسيجنالز. السيجنالز دي انت مش في الكيبل، كده زيرو كده طبعا كده زيرو. ولعلمك بقى الان اي سي كمان شغال في الداتا لينك لاير. الان اي سي اللي هو كارت الشاشه، كارت الشبكه اللي موجود في البي سي عادي، شغال برضه في الداتا لينك لاير، لانه بيحول البيتس دي لفريم، او بيحول لما بيجي يعمل دي انكابسوليشن، يعمل انكابسوليشن بيحول من فريم لبيتس. ده باختصار كان اهم المصطلحات، مش بالتفصيل، احنا خدناها كده بسرعه بحيث بس تبقى لقطت معايا لما ندخل بتعمق شويه في الليكشرز الجايه. بس السلام عليكم.